بناتي الامارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده لحبايبي اللي مش عايزين يقفوا في المطبخ كتير في الحر وفي الصيف اللي احنا فيه ده. فدي بجد اكله سهله جدا ومتاخدش نص ساعه تقريبا. هنحتاج هنا بطاطس متقطعه اي تقطيع زي ما تحبي. عندي هنا، انا كان عندي وراك، لو عندك فرخه كامله، لو عندك صدور تمام مش هتقول لا. طماطمتين مبشورين، انا بحب ابشرهم مش بضربهم في الخلاط، بيبقى طعمهم مختلف جدا. بهاراتي حاجات بسيطه جدا، معلقه ملح، معلقه سكر، معلقه فلفل اسود، ونص معلقه جوز الطيب، بتدي طعم حلو جدا. قطعت بصل وفلفل، وعندي 3 فصوص توم. هنجيب الصينيه بتاعتنا وهنرص البطاطس بالشكل ده. طريقه سهله جدا وما فيهاش اي صعوبه. الفيديو ده لبناتي اللي لسه متجوزه واللي مستصعبه دخول المطبخ، او البنوته اللي قاعده في البيت في الصيف ومخلصه دراسه دي حاجات بسيطه ممكن نعملها، يعني سهله جدا. يعني مش محتاجه ان انت تبقي استاذه في الاكل او في المطبخ يعني. دي حاجات بسيطه ممكن تعمليها. الطريقه سهله جدا. رصينا البطاطس ورصينا البصل والفلفل زي ما انتي شايفه كده، مش اسهل من كده يعني. وهنزل بقى بالبهارات بتاعتي زي ما قلنا، معلقه الملح، معلقه الفلفل الاسود، ومعلقه سكر، ونص معلقه جوز الطيب. بحب جوز الطيب مع البطاطس جدا، بتدي طعم حلو قوي. بتفرق وريحتها بتبقى تحفه بجد يعني. بشرها بالطماطمتين، عايزه زودي مفيش مشكله. بس كده. ورصي الفراخ بتاعتك، انتوا عارفين بقى الفراخ لما بتبقى متبله قبلها بيوم بجد بجد بتبقى تحفه جدا. حطيت كمان معلقه سمنه بلدي، دي برضو تركية حلوه يا بنات. بنوزعها بالشكل ده. وحطيت معلقه صلصه برضو علشان تدي طعم ولون برضو، بس بالشكل ده. وهوزعها برضو وكده. الصينيه هتبقى جاهزه ان انا ادخلها الفرن. بس قبل ما ادخلها الفرن بلفها بورق ورقه زبده، ورق فويل، علشان تستوي معايا كويس. الفرن طبعا يبقى سخن. لما تقرب للون ده، او يعني لما تقرب تستوي، احنا بنفتح عليها الشوايه شويه علشان الوراك تتحمر، او ممكن تاخدي الوراك وتحطيها على جريل من فوق علشان تديها اللون ده بمسحه زيت، بتبقى برضو رهيبه. وبعد كده بنرجع نحطها على صينيه البطاطس، بتبقى بجد تحفه يعني. كده او كده. بس هو يعني انت لو عايزه تديها لون اسرع بيبقى على الجريل. لو عايزاها تحت الشوايه بتفتحي الشوايه وبتديك اللون ده وهي دي النتيجه النهائيه. وعملت معاهم بقى رز بشعريه. انا بحب الشعريه كتير، بنحط كوبايه رز عليها نص مثلا كوبايه شعريه، وبنحط قدهم ميه. وكل كوبايه ميه بنحط معلقه شاي ملح، وممكن تحطي ربع معلقه فلفل اسود، بتفرق جدا في طعم الرز وفي ريحته. بس شوحتهم كده في السمنه وحطيت الميه عليهم. وبتسيبيه بقى على نار عاليه. الرز بنسيبه على نار عاليه اول 10 دقايق ربع ساعه تمام، بس طبعا مع المتابعه. وبتقلبي فيه وبتغطيه وبتسيبيه بقى على نار هاديه. ولو بتطبخي في ستانلس يا بنات، لو عندك صاجة او حاجة حطيها تحت الحلة علشان تضمني ان الرز معاكي ما يشطش او ما يعملش ريحة مش حلوة يعني. خسارة تعبك ووقفتك يعني في المطبخ. ودي كانت النتيجة النهائية، ان انا خلصت صينية البطاطس في اقل من نص ساعة او ساعة الا ربع، ومعها الرز بشعرية. وكانت اكلة حلوة وخفيفة وسهلة وتعتبر يعني اكل في الصيف يعني سهلة جدا يعني. احنا كده خلصنا يا بنات الفيديو والوصفة بتاعتنا. ولو استفدتي من الفيديو حطي لايك واشتركي في القناة، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة.